شفتو داير حاله في المواقع بصح ما كنتش نستنى هاد البنه. فيه بنه العسل الكراميل وكي زدتلو الجوز زادلو بنه على الكروكي يجي طري والشكل ديالو شباب وراقي. ولا عندك حفله تخرج ولا كاش مناسبه غير حطيه مع القهوه راح يحمر لك وجهك. نجيبو كاسرونه ونحطو فيها 4 كاس تاع السكر مع كاس غير 4 تاع العسل، نص كاس تاع الزبده ونص كاس تاع الزيت. نحطوهم فوق النار وغير يغليو ونديرو لهم غرفه صغيره بيكربون ونخلوهم على النار غير يغلي الخليط الغليه الاولى. ما لازمش تفوتوا هاد اللون على خاطر تم يتحرق العسل. نخلوه يبرد تماما ونضيفوا له 3 حبات بيض. طلعتهم شويه وجبت فرينه ماما تي 45 الممتازه اللي تعطيني نتيجه رائعه وخفه هايله للحلويات. ضفت منها الكاس الاول وزدت لا ليفور لا فاني قرصه مليحه تاع الملح و3 مغارف تاع الجوز يكون مرحي. صراحه هاد الجوز تماشى بزاف مع البنه تاع هاد الكروك. بديت ندخل هاد المكونات بلا ماغيز ومن بعد دخلت يدي وكملت لميت بالفرينه حتى ولات عندي عجينه تلمت لي بصح قعدت لي شويه تتلاصق في اليد هكذا باش يجي الكروكي ديالكم خفيف وما يجيكمش مدكن لداخل. عجينتي قسمتها على 3 وكل جزء حليته حربوش. كي تكونوا تخدموا الكروكي دائما عاونوا روحكم بالزيت وحتى السنيوه تاعكم زيدوا دهنوها بالزيت راح تعطيكم لون شباب. حلوا لي بودان تاعكم رقاق ولا خشن كيما حبيتوا الحبه تاع الكروكي. طيبوه على 160 درجه بالك وياخذ لكم لون غامق على خاطر راح يتحرق العسل. كي تخرجوه نحوا له الاطراف رحوهم في الغوبو ودهنوه مليح بالمعجون ديروا له كميه مليحه ومن بعد جيبوا هذاك الكروكي اللي رحيتوه وسوبودريوه كامل فوق الكروكي ديالك راح يعطيكم تزيين شباب والحبه تجيكم متحوفه. من زينها وصفه اليوم وما كاين غير ماما اللي تعرف لها.